السلام عليكم في مطبخ منال للطبخ والحلويات. إذا حبيتوا يوصلكم الوصفات ما عليكم إلا الاشتراك بالقناة. سلام احباباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. على بالي بلي توحشتوني، جيتكم وجبت لكم وحده الوصفه اللي راكم تخموا فيها. وصفه خفيفه كما راكم تشوفوا. عندي حبات فلفل، عندي زوج حبات طوماط وثوم. بهذه الوصفه نديروا فطور ولا عشاء خفيفه ظريف. عندي هذاك الفلفل نقيه ونغسله ونقطعه كما راكم تشوفوا مرصوات صغار هكذا، وندير فوق النار ونخليه هكذا فوق النار ونحرك ونخليه ينشف من هذاك الماء تاعو كما راكم تلاحظوا. من بعد ما ينشف شوفوا، من بعد ما ذبل لي شويه هذا، نزيد شويه زيت هكذا ونحرك فوق النار. لبالي راكم حايرين واش ديروا فطور ولا عشاء، غير بحبيبات فلفل كما راكم تشوفوا. عندي نزيد فوق هذاك الفلفل اللي راني نقلي فيه، نزيد فوقه شويه سنينه ثوم ربيتهم ونديرهم فوق الفلفل هذيك ونحرك ونخليه يتقلى. شوفوا خلوها تكتك غير فوق النار في هذاك الزيت تاعها والثوم، ما تكثروش الزيت باه ما تجيش مزيته. عندي زوج حبات طوماط تاع الحبه كما راكم تلاحظوا هكذا، ونخلط كل شيء مع بعض ونخليه يتقلى فوق النار هكذا. ومن بعد ما كما راكم تلاحظوا شوفوا راهي وجدت الشكشوكه تاعنا، راهي وجدت غير بحبات فلفل وزوج حبات طوماط وحبه ثوم سنينه ثوم ماشي حبه ثوم. وانتم درتوا حشاكم ولا غداكم بكل سهوله وما طولش عليكم الطيب في 10 دقائق كما راكم راح تلاحظوا. نروحوا نوجدوه في صحن تقديم هكذا. هاهي ليك شكشوكتنا تاعنا راهي واجده وتجي حلوه عسيله. ما عندي ما نقولكم يا البنات، سيرتو المبتدئين هكذا. هذه مجرد فكرة، مجرد اقتراح للفطور ولا العشاء تنحي بها الحيرة. هذه الشكشوكة يا البنات تجي بزاف بنينة، تجي عسل، وانا من عشاق هذه الشكشوكة. وفي النهاية واش نقولكم، ان شاء الله نكون فدتكم بهذه الوصفة هي ولو كان بقليل. ما تنسوش حباباتي الاشتراك، بارطاجوا القناة. باي، في وصفة اخرى في فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو لي في روحتكم.